شد شد شد. حميد البقيش رفض طلب محمد رمضان وقال له أسودي مش للبيع وآخرك تتصور جنبهم. ملياردير ساب البشر كلهم واختار يعيش مع أخطر الحيوانات في العالم. اتولد وفي بقه معلقة دهب حرفية. شغفه إنه يعيش مع الحيوانات المفترسة في نفس البيت وبيعتبرهم من العيلة. مش بس كده، ده كمان بيجيب عربية لكل واحد فيهم. محمد رمضان عرض عليه يشتري واحد من أسوده لكنه رفض وقال له أسودي مش للبيع. بقى محط اهتمام الناس بسبب هوايته الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي وبيعتبروه أجرأ مروض حيوانات مفترسة ومن أغنى الشباب في الإمارات كلها. الملياردير حمدي البقيش أبواب الشهرة اتفتحت له بسبب حبه للإثارة بسبب هوايته في ترويض الحيوانات المفترسة، وفتحت له كمان طرق كتير جدا إنه يعمل إعلانات لأكبر العلامات التجارية في العالم عشان يروج لمنتجاتهم. ورغم الانتقادات اللي بيتعرض لها بسبب ثرائه الفاحش إلا إنه قدر يحقق نجاحات وعمل ثروة ضخمة غير ثروة أبوه. جمهوره الكبير اللي متابعه على السوشيال ميديا مقسوم لنصين، نص واخدينه قدوة بسبب طموحه وشغفه وعايزين يقلدوه في كل حاجة بيعملها، والنص التاني معتبرينه شخص مغرور بيتباهى بفلوسه وثروته وعربياته، وده بسبب تصريحاته المثيرة للجدل واللي قال في واحد منهم إنه ما بياكلش غير بمعلقة ذهب. طب يا ترى إيه محتواه اللي بيقدمه؟ حكاية هوايته الغريبة وحبه للحيوانات المفترسة لدرجة تخليهم يعيشوا معاه في نفس البيت. الحقيقة إن حميد البقيش في واحد من لقاءاته كان صرح وقال إن بداية حبه للحيوانات المفترسة بدأ معاه من صغره، وده من أفلام الكرتون زي فيلم لاين كينج وغيره، ومن بعدها قرر إنه يربي حيوانات مفترسة عنده في البيت زي النمور أو الأسود، ولأن عيلته كلها كانت مشجعاه على ده وخصوصا أبوه وعمه وكمان الكابتن اللي أحبطه في البداية. وبعد أول تجربة ليه من تعليمه فن الترويض قال إنه هيكون أحسن حد في المجال ده، وبرغم من شكاوي جيرانه بسبب إنه مربي أسود في بيته ومش مراعي حق الجيرة. وساعتها عشان الشيخ سلطان محمد بن قاسم ولي العهد أصدر قرار بيلزمه بإنه يطلع الحيوانات كلها من البيت لكن مش هيحرمه من هوايته، وحكومة الإمارات ادت له أرض يقدر يربي فيها الحيوانات دي بعيد عن البيوت، وكمان ساعدوه في توسيع الأرض بعد ما شافوا شغله وعجبهم جدا. حمدي البقيش اتكلم في مرة عن مشروع لترويض الحيوانات المفترسة وقال إنه أخد منه 6 سنين وأكتر في التخطيط ليه، وقدر إنه ينفذ في أقل من 3 سنين، وإنه بيحلم يكون المكان ده في يوم من الأيام واجهة سياحية كبيرة لكل جنسيات العالم وحديقة حيوان مختلفة تماما عن اللي هم متعودين عليها، وإن النمور والأسود هتكون بتتعامل معاهم وتلعب مع الأطفال وتقدم استعراضات مختلفة كمان. حميد قال إن الفنان محمد رمضان طلب منه قبل كده إنه يشتري واحد من الأسود اللي في حديقته، لكن حميد البقيش رفض تماما وقال إن الأسود بتاعته مش للبيع، لكن عشان يراضيه طلعوا مع بعض في فيديو كتب عليه صديق عمري محمد رمضان. وعشان يثبت للعالم كله إنه مهووس بالهواية دي قرر إنه يزود كمان مجموعة من الدببة البرية واللي وزنهم بيعدي 1/4 طن وبيجروا وراه وبيهزروا معاه كأنهم أصحابه. وبسبب الشهرة الكبيرة اللي حصدها حميد في العالم كله أشهر النجوم والفنانين بيروحوا حديقته مخصوص عشان يزوروه. في النهاية ما تنسوش تشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم وتابعونا على صفحتنا على فيسبوك واعملوا لنا اشتراك على قناتنا على يوتيوب.